السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في برنامجكم الجديد كلمة. ممكن كلمة تكون هي نقطة التحول في حياتك، وكلمة النهاردة هناخدها من حكاية بسيطة، حكاية صياد غلبان كل يوم بياخد سنارته ويروح يصطاد عشان ياكل. كان السمك اللي بيتعلق في سنارته كتير لدرجة ان الصيادين التانيين بقوا يحسدوه. وفي يوم لاحظ الصيادين شيء غريب جدا أصابهم باندهاش كبير. لاحظوا ان الصياد المحظوظ بياخد السمك الصغير بس، اما السمك الكبير فبيرجعه البحر تاني. فاتضايقوا جدا وراحوا يسألوه انت بتعمل كده ليه؟ انت مجنون؟ فقال لهم اصل الطاسة بتاعتي اللي بقلي فيها السمك صغيرة، فمش هينفع اقلي فيها سمك كبير. ممكن ما نصدقش القصة دي، ولكن للأسف احنا كل يوم بنعمل نفس اللي بيعمله الصياد. لما بنرمي الافكار الكبيرة والاحلام الرائعة والاحتمالات الممكنة لنجاحنا، بنرمي ده كله ورا ظهرنا على انه اكبر من عقولنا وامكانياتنا. الكلمة اللي هناخدها من حكايتنا النهاردة: احلم. احلم بشكل اكبر، وفكر بشكل اكبر، وتوقع نتائج اكبر، وادعي ربنا انه يعطيك اكتر. كان في مقولة جميلة لأحد الكتاب كان بيقول: انت كما تؤمن به. انت شايف نفسك ازاي؟ فكر اكتر واحلم اكتر. ارمي الطاسة الصغيرة اللي بتقيس بيها احلامك، وهات واحدة تانية اكبر تستوعب احلامك وافكارك وطموحاتك الكبيرة، وابدأ اتحرك عشان تحققها. غير الصنارة الصغيرة اللي بتصطاد بيها وهات شبكة كبيرة تصطاد بيها اكتر. احلم. لو انت موظف في شركة، احلم انك تكون في يوم من الايام رئيس مجلس ادارة الشركة دي. ايه اللي يمنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نحلم اكتر ونطلب اكتر، لما قال: اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى. احلم واطلب اكتر. دايما احلم انك تكون احسن واحسن. خلي كلمة النهاردة بداية جديدة لنجاحك. احلم احلم احلم. شكرا والسلام عليكم.